اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الوصفة بقى بتاعت النهاردة تجنن. فشار بالكراميل، والله أنا أول مرة أعمله بس اتفاجئت من طعمه بجد. طعمه لذيذ جدا جدا ومش مكلف خالص، يعني 5 جنيه كده ذرة فشار وهتعملي أحلى فشار بالكراميل للولاد. هيعجبهم جدا. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف عملنا ازاي. معايا كوباية من ذرة الفشار، ومعايا كوباية من السكر، ومعايا ربع معلقة صغيرة من الكربونات، وربع كوباية مية، و3 معالق كبار من الزيت. هنولع النار في حلة كده بقى ونحط 3 معالق كبار من الزيت. ونجيب بقى ايه، نجيب الذرة الفشار اللي هي كوباية. طبعا مش هنحط ملح علشان هنعمله بالكراميل. هنقلب بقى ذرة الفشار بالزيت كده، طبعا على نار هادية عشان ما يتحرقش مننا. هنغطي بقى ذرة الفشار بتاعنا، قلبناه تقليبة كده. مننساش يا جماعة بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا دي حلة صغيرة كده حطينا فيها ربع كوباية مية وكوباية السكر، طبعا برضو على نار هادية، وقلبناه كويس جدا لحد ما ساح. وبعد كده بقى ايه، بقى كراميل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، على نار هادية يا جماعة عشان لو غمق مننا هيبقى ممرر وطعمه وحش. هنجيب بقى ايه، ربع معلقة صغيرة اللي هي الايه الكربونات بتاعة الطعمية دي. هنقلبها تقلبتين. شايفين بقى الرغوة رغت معانا كده وعملت ازاي، خدت الشكل الجميل ده. هنجيب بقى الفشار بتاعنا اللي يجنن ده. الله الله الله، شايفين الجمال؟ العيال هيفرحوا بيه جدا. اعملي لي ولادك بقى كده وانت قاعدة قدام التلفزيون كده، يقرمشوا فيه بقى وهو سخن مولع كده وجميل جدا. هنقلبه بقى كويس جدا. طبعا يا جماعة صوص الكراميل ده او الكراميل ده ما كفاش معايا، حاساه كان شوية صغيرين كده، فانا عملت شوية تانيين وقلبته عليهم، بس كان في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الصينية دي مدهونة من الزيت، دهنة من الزيت كده، وحطينا بقى الفشار بتاعنا، فهو قفش بقى مع بعضه كده، بس بيتفكك بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. ما ينفعش بقى تقلبي الفشار من الحلة كده على صينية مش مدهونة زيت، علشان خاطر هتلزق الكراميل، طبعا هيلزق فيها ومش هتعرفي تطلعيه. انما هو كده شايفين الجمال، وطعمه جميل جدا يا جماعة. الولاد هيفرحوا بيه جدا. يعني طبعا الحاجات دي بتبقى غالية بره، معرفش ليه بالظبط، يعني ده هما 5 جنيه بالظبط. هتعملي احلى ذرة فشار بالكراميل. شايفين الجمال؟ وطعمه لذيذ جدا وريحته ايه، ريحته تجنن. تعمليه للولاد كده هم قاعدين بقى متغطيين كده في الساعة اللي احنا فيها دي، حاجة كده لذيذة ومش مكلفة خالص. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، وبألف هنا وشفا للي يجربه.